السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد في قناه كويكسوتك. معاكم شادو، والنهارده الكلام هيبقى على 7 ديدلي سينز. طبعا يا جماعه انتوا كلكم عارفين ان الجي بي اللي هو الجابانيز والكوريان فيرجن في اللعبه بتنزل لهم الحاجه قبلنا باسبوع، فحب اعرفكم ان الانيفرساري الجديد نزل خلاص في الجابانيز فيرجن والكوريان فيرجن كمان. فهنعمل شو كيس سريع كده للحاجه اللي فيه. طبعا كلنا عرفنا ان اليو ار الجديد هيبقى اسكانور. فمن غير ما اطول عليكم نخش في الانترو وارجع لكم تاني على طول. ورجعت لكم بعد الانترو. طيب زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، بسم الله الرحمن الرحيم. اليو ار الجديد اسكانور زي ما احنا عارفين اسمه Eternal Sunshine Indunable اسكانور. خلاص. طيب الحاجه بتاعته بتقول ايه؟ عشان نبقى عارفين برضو، بتقول لك يا باشا الباسف بتاعته بتقول لك at the start of the battle give yourself a burning sun for one turn, and if the damage you receive does not exceed 50% of your max HP and you are incapable in incapacitated by using a skill on the enemy turn if will be given to your allies for مش عارف كام turn. ده الترجمة دي خلصانة خالص. طيب. طب يا جماعة المهم بيقول لك يعني الكلام المفيد اللي في الكلام ده بيقول لك ايه، انت بتحط على نفسك حاجة اسمها بيرنينج ستار في اول ترن. بيقول لك انت عندك دامج كاب 50% زي ديمون كينج كده. طب البيرنينج ستار دي بتعمل ايه؟ بيقول لك when using a single target skill additional damage equal to 40% of the target increase maximum اتش بي. بتقول لك يعني بتعمل زي دبل هيت زي بتاعت روكسي كده. ماشي. بيقول لك طبعا الدمج كاب ما بيعملش اكتر من 50%. بيقول لك انت ما تقدرش تستخدم سكيل on the enemy turn will be given to your allies for 3 turn granting blazing of the sun. تمام. البليزنج اوف ذا sun دي ايه بقى؟ عشان مش باينه هنا. ماشي، مش باينه البليزنج اوف ذا sun. طب نقراها من هنا، نحاول نقراها من هنا. فين فين ترانسليت سيرش ايمج فروم جوجل. ترانسليت. آه مش راضي يعمل ترانسليت. مش راضي يعمل ترانسليت. طيب. المهم بيقول لك ايه تاني. also for each specific ally participating in battle، اللي هم ايه ال each specific ally دول اللي هم الهيومن و 7 deadly sins. خلاص. in the battle all of your stats will increase by 5%. يعني هتزود 5% ستات على كل حد موجود في ايه، في الباتل كلها، يعني ورا في الباك لاين وفي الفرونت لاين. and for each specific allies who's incapacitated your attack related ability will increase by 20%. incapacitated اعتقد مات يعني. مات. incapacitated يعني مات. طيب ماشي. your attack related ability will increase by 20% and your disable stat reduction. هو ما يتعملكش ستات لور، يعني مفيش ستات لور يا جماعه في الشخصيه دي، ملهاش ستات لور. طيب نجمع الحاجات اللي احنا هنقولها في الباسيف دي كده بسرعه كده بسرعه، عشان في ناس اكيد هتبقى وقعت منها. طيب يا جماعه، اول حاجه ما بتعملش ستات لور زي مايل، وعندك دامج كاب 50%، ولما بتستخدم سنجل تارجت سكيل بتعمل اكسترا دامج زي بتاع روكس اللي هو اسمه الديث دامج. ولما حد من الالايز بتوعك اللي هم السيفن ديدلي سينز او الهيومنز بيموت بتاخد 20% اكسترا ستاتس. وبيقول لك لما بتموت اهو بيقول لك if your damage you receive does not exceed of your maximum and you are لما بتموت by using a skill on the enemy turn it will be given to your allies for 3 turn grant a blazing sun. انا مش عارف ايه البليزنج sun دي، مش راضي تبان. مش راضي تبان البليزنج sun دي. طيب هنعرف ايه البليزنج sun دي. طيب عليه يا جماعه جريس بتاعت مايل بس مختلفه شويه عن بتاعت مايل. بيقول لك انكريز يور ماكسيمم اتش بي اند كريتيكال ديفense باي 10%. خلاص. دي يعني موجوده فيه اوريدي، مش انت بتحط مايل عليه بتبقى كده، لا هي موجوده فيه اوريدي. خلاص. طيب السنجل تارجت بتاعته اسمها برايت رش. بتقول لك ديل بانشمنت دامج ايكوال تو 500% اوف اتاك باور تو ا سنجل انمي. وبيقول لك البانشمنت اللي هي المالتبلاير بتاعها اسمها بانشمنت انكريز كريتيكال ريت باي 2x وانكريز دامج ديلت باي 1.2% for each remaining HP and 1% decreased HP.
طيب بيقول لك انت كل ما يبقى معاك، المهم كل ما يبقى معاك دامج، كل ما يبقى معاك هيلثك مليان، كل ما بتعمل دامج اكتر، بتاخد واحد ونص، واحد واتنين من 10% فور اتش ريميننج اتش بي. وبتاخد على لما اتش بي بيقل بقى، بتاخد على كل واحد اتش في المية اتش بي ديكريز، بتاخد اديشنال دامج ايكوال تو 50% اوف ذا فاينل دامج. خلاص، موضوع سهل. بيقول لك راندوم تارجت از انكاباسيتيتد، لو حد من الناس اللي هم راندوم مات. بيقول لك ايه تاني؟ ديلز ماد فليم دامج ايكوال، دي الاي وي بتاعته اسمها بيرست فلير. بيقول لك ديلز ماد فليم دامج ايكوال تو 390% of the attack power of all enemy. طيب ماد فليم دي بتقول لك ايه؟ nullifies enemy defense power and endurance rate increase penetration rate by 2 times، يعني في اتنين. بيقول لك بيعمل اجنور، يعني بيعدي الديفنس والاندورنس دي اللي هي كريت ريزيستنس اعتقد بتاعه الانيميز. طيب الالت بقى، عشان الالت بتاعته جامده جامده فشخ، اسمها التيميت ديفاين لانس. بتقول لك ايه؟ بتقول لك give a 30% increase in all stats for 2 turns، بتزود لك الستاتس بتاعتك كلها ل 2 turns، 30% اكسترا ستاتس، و deals hellfire damage to all enemies equal to 750% of attack power. يعني بتقول لك ان انت بتديهم 750% of the attack power damage عليهم. و if you are participating in a battle 100% of the damage caused by the mad flame effect، اللي هو فوق إن... ايه incinerated max HP and applies instinctual in instinctual flames. ماشي. طيب two enemies that have been ايه دي incinerated. طيب يا جماعة، طيب انا اللي فهمته من الكلام ده بعد ما عصرت دماغي، ان احنا ايه؟ بيقول لك انت لما تستخدم الالت بيديك حاجه اسمها 100% دامج كوزد باي مات فليم. المات فليم دي اللي هي فين؟ اللي هي هنا. فين مات فليم؟ فين؟ فين المات فليم؟ اهي اهي. المات فليم اللي هي بتقول لك نيوليفايز انمي ديفense باور اند كريت ريزيستنس وانكريز البنتريشن باي 2 تايمز. بتقول لك بتزود الحاجه بتاعت دي 100% of the damage caused by a mad flame effect. و انسنريت ماكس اتش بي اند ابلايز انستنكشوال فليمز. بيقول لك بقى دي حاجه كده مخصوص لاسكانور معموله. بيقول لك ان انت لما بتضربهم الالت بيحصل حاجه اسمها بيحط عليهم حاجه اسمها انستنكشوال فليمز. دي بتعمل ايه بقى الانستنكشوال فليمز دي اللي احنا مش عارفين ننطقها؟ بتقول لك يا باشا بتعمل حاجه اسمها انسينريت. الانسينريت دي ايه؟ بتقول لك انسينريشن up to 30% of max HP at the start of the battle if 30% of the max HP is 300 في 300,000 اور مور. طيب بيقول لك يعني بيشيل 300 30% من ماكس اتش بي ات ذا ستارت اوف ذا باتل، بعد ما تضرب المات فليم دي والالت كون بتاعتك معاك تضربها يعني. يقول لك بيعمل 30% اكسترا دامج لو الهيلث بتاعك 300%، يعني بيعمل على كل 100,000 هيلث 10% دامج. خلاص. طيب في حاجة اسمها كمان، بيقول لك هنا كمان بيقول لك ايه؟ also it become incapacitated all enemy will apply an explosion flame effect for one turn. لما بتموت حد بالالت بيحط applies an explosion flame effect for one turn، بيحط حاجه اسمها explosion flame. ايه الاكسبلوجن فليم دي؟ عشان انا ما اعرفش، اكيد حاجه بتفرقع معروفه، explosion يعني فرقعه على طول. بهزر معاكم، اكيد فعلا هي حاجه بتفرقع. طيب هو مش باين هنا ايه بيقول لك ان extinguisher flame ده damage received from the flame. بيقول لك unrecoverable can't be recovered. اه وسكيل بلس 50% اكسبلوجن فليم دامج ديلت ماينس 40% اديشنال دامج ايكوال تو 50 اوف ذا ريمينينج اتش بي. طب يا جماعه انا مش فعلا مش الترجمه ضعيفه قوي ومش عارف اقراها كويس، فثواني اشوف ويب سايت تاني يكون بيعرف يترجم كويس. طب يا جماعه انا لقيت ويب سايت بيترجم احسن من جوجل اهو. ماشي، فاحنا عايزين نعرف بس ايه الالت، ايه اللي بيحصل في الالت اهو. بيقول لك الترجمه برضو مش قد كده يعني، بس يعني معقوله. انسنريشن بيقول لك الانسنريشن اب تو 30% اوف ذا ماكس اتش بي ات ذا ستارت اوف ذا باتل اف 30% اوف ذا ماكسيمم اتش بي از اوفر، يعني كل 10 كل 100,000 بياخد 10%. والماكسيمم انسنريشن فاليو ات 300,000، يعني اخرك 30%. ماكسيمم اتش بي بيرن كانت بي ريكفرد. وانستنجشبل فليمز دي اهي اللي كنا بنتكلم عليها. بيقول لك بتاخد بلس 50% damage received by mad flame skill
يعني بتاخد 50%، يعني بتزود الدمج بتاع الماد فليم سكيل اللي هي هنا دي اهي، بتزودها 50%. و فلام تو كراك. ايه الفليم تو كراك دي؟ هنعرف. طيب دامج ديلت باي 40% اديشنال دامج اوف، يعني بياخدوا 50% اكسترا من هيلسك دامج تقريبا كده، عشان الترجمه برضو مش مظبوطه. زي كانه اكسبلوجن كده. طيب. طب خلاص، خلصنا بقى من الهاتش ده عشان انا فعلا ما عرفتش اترجم كويس. دي المالتبلايرز يا جماعه بتاعت الالت. طبعا كل ما تعالى ناخدها برضو كوبي وترجمها عشان ايه هنا كده. طيب. بيقول لك ايه يا باشا؟ جابانيز، حط هنا جابانيز. طيب. ايه؟ جابانيز يابا. يا ربي. ماشي. بيقول لك هنا بقى الاول ستات انكريز بتاعك لو ليفل 1 بيبقى 5%، لو ليفل 2 بيبقى 10%، لو ليفل 3 بيبقى 15%. يعني كل ما بتزود ليفل الالت، باي تو وين الت من الاخر، يعني بتاخد اكسترا ستاتس، وبتاخد اكسترا اتاك باور، وبتاخد كل حاجه اكسترا بقى. اكسترا يا باشا، اكسترا انفيرنو اللي هي نوليفايز ديفense، اكسترا ماكسيمم اتش بي انسينريتد، واديشنال دامج فروم سكورش. ماشي، يعني باي تو وين الت. يعني احنا كفري تو بلاي هناخد على في خدمه من الاخر. خلاص. طب يا جماعه، طيب ايه تاني موجود غير الهاتش ده؟ بيقول لك الباي تو وين جيمز. قصدي ده التيكتس اهي. تلاتة عادي العادية، يعني 30 جيمية بتاخد 11 صح. طب يا جماعة، البانر بقى. يا حلاوة البانر، ويا جمال البانر، ويا عسالة البانر، بسم الله ما شاء الله عليكي، بانر جميلة جميلة. طيب يا جماعة، أول حاجة كده اسكانور الجديد، طبعا احنا لسه قاعدين بنهري فيه من شوية. ميلي ليز، لايت ليز الجديدة، وديمون كينج، وهيل، ومايل. وحطوا كمان بقى تحت زي ما انت شايف كده بان. ده تاني ريران البان. والتيميت اسكانور. طبعا ده اللي هيطلع لي انا عارف. حاطين بقى شويه حاجات جامده قوي. روكسي، تير، ريد روكسي باك لاين جامده جدا يا جماعه، جامده جدا رهيبه. حاطين شويه حاجات يعني جميله بصراحه، جميله يعني. يعني ورثت 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 آه 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 ورثت لا ورثت ورثت بصراحة يعني بانر حلوة مش وحشة يعني. لما يبقى الفول لاين اس اس ار، الفول لاين فيستيفال، يعني واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية، عندك تمانية فيستيفال، وواحد سيمي فيستيفال، اتنين سيمي فيستيفال. فيعني لا لا، بانر جامدة بصراحة. وزي ما قلت لكم، دي الحاجة الحلوة بقى اللي كانت موجودة، بدأت من ساعة أرثر، قصدي سوري، من ساعة جوسر. ان هو حاطط لك في 300 بيتي و600 بيتي ان انت ممكن يطلع لك برضو اليو ار اسكانر. طيب. دي البي تو وين جاتشا. ده الستارت داش جاتشا يا جماعة، الجديدة نزلت خلاص زي ما انت شايف كده. بتبقى آه على 450 جماية بتاخد يا التيميت اسكانور يا ميرلين. مش التيميت اسكانور الجديد، القديم طبعا، عشان مش عايز اي ناس تفتكر ان هو الجديد. وبتاخد ال ار في ال 600، بتاخد ال ار. ال ار هو اوريدي معمول ال ار بيديهولك، يا لوست فين يا لودوسيل. وعلى ال 300 بتاخد لايت ليز او تريتور مليودس. طيب زي ما انتم شايفين الجاتشا فور فري طبعا، بتاخد تيكيتايه كل يوم تخش تسحب بيها. هتاخد زي ما انت شايف كده باين عندك، بتاخد ال ار على طول، بتختار منهم وبتاخد ال ار. وزي ما انتم شايفين ستارتر داش جاتشا دي فور فري، بيديك زي كوين كده كل يوم لما تلوجن، وبتخش تعمل لها سامن وفور فري. طب يا جماعه، دي اليو ار كاركتر لاين اب بتاعه الفري جاتشا. لا 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 لا، ايه ده؟ اللعبه اقسم بالله بتضحي النهارده خالص خالص. الفيستيفال ده هيبقى دمار يا جماعه. اي حد عايز يبدا اللعبه ومتردد، الفيستيفال ده دمار يا جماعه، ولازم يخش يلحق يلعب. يعني شويه كاركترز يا جماعه رهيبه. واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ال ار ال ار ال ار. واو واو.
كاركتر لا يستغنى عنها في اي ديمونيك بيست، كاركتر رهيبه، كاركتر كويسه، ايه يا جماعه. واللينكات يا جماعه اقسم بالله كاركترز جامده جدا. طيب زي ما انتم شايفين كده، هو ده المايلج اتشيفمنت ريورد بتاعت الستارت اب جاتشا. ف 300 ميلي او ليز، و 450 اسكانور او ميرلين، و 600 لوست فين او آه لودوشيل. طيب في ايه تاني؟ في حاجة تانية يا جماعة مهمة عايز اقولها لكم قبل ما زي ما انت شايف كده نخلص الفايت. قصدي نخلص كلام، سوري، فايت ايه، نخلص الكلام. زي ما انت شايف كده في شوية حاجات كده عايزين ايه نتكلم عنها. في نازلة في اللعبة الجديدة يعني هي تعتبر لعبة جديدة نازلة سوري، في الايفنت الجديد، اللي هي ايه. استنى بس الترانسليشن يحمل. طيب بيقول لك يا باشا في هو طبعا يو ار كلنا عارفين، في ايفنت جديد اسمه كاس. تمام. اللي هو هيبقى ده فين؟ هيبقى ده، عايزين برضو ناخد دي ايه كوبي. ناخد دي كوبي عشان في حاجات كتيرة حلوة. فين الايفنت اللي هو كاس 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 كاس؟ اين انت يا كاساكيسو؟ كاساكيسو كاساكيسو كاساكيسو، فين كاس يا جماعة؟ كمية حاجات جامدة جدا اهو. هو ده الايفنت الجديد كاس يا جماعة، ده اول مرة يعني هيبقى نيو. بص، من ايه بقى؟ من اخر شابتر في اللعبة. طيب ايه تاني؟ طب يا شادو انت نطيت مره واحده كده ما قلتلناش ايه اللي حصل. طيب انتوا زي ما انتوا عارفين اسكانور عادي خالص. احنا عايزين بس ايه نعمل سيف ذيس ايمج از ا بي ان جي. عشان ايه؟ عشان الثامبنيل. بيقول لك يا باشا الشابتر الجديد شابتر 30 اسمه towards a new era. وزي ما انتم شايفين كده مبينين تريستان. فاعتقد الشابتر ده خلاص ده اخر شابتر. after the main story the seven deadly sins is completed. the main story of the fourth horseman of the apocalypse اللي هو fourth night of the apocalypse will be updated at a later date. يعني خلاص ده كده اخر السيفن deadly sins، وهتبدأ القصة بتاعت ال seven nights of the apocalypse. four nights sorry of the apocalypse. خلاص. بيقول لك you can obtain the chapter 30 clear artifact as a reward for completing chapter 30. new custom eternal sun is available now. الكاستمز يا جماعه جامده جدا، شكلها رهيبه يا جماعه. انا عايز ده طبعا. انا اكيد 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 اول ما ينزل فور جيمز هجيبه، لان انا اصلا اوريدي بحب الارمر بتاع اسكانور. بس الارمر ده شكله جامد قوي فاكيد هجيبه فور جيمز حتى، مش مشكله. طيب في ايه تاني؟ في هنا يا باشا عندك واحد هوبا ستالانكا ليه، واحد ايه، واحد ارتفاكت جديده. الارتفاكت دي يا باشا بقى بتعمل ايه؟ دي طبعا كلها موجوده في الايفنت. بتعمل ايه الارتفاكت دي؟ بتقول لك ان بي في بي ذا remaining اتش بي of a human ally is 50% or more defense rated ability will increase by n number, and if it less than 50 attack rated ability will increase by x number. الاكس الان او الاكس نمبر زي ما شايفين ملتبلاير 1 و2 و3 و4 و5 على حسب انت هتعمل الارتفاكت ست ليفل كام. خلاص. طيب ايه تاني جديد يا باشا؟ هنا عندك واحد او اتنين، مش واحد، اتنين نيو هولي ريليكس طبعا من ال الديمونيك بيست جديد. تريتور ميلي و اسمها ايه دي ريري. التريتور ميلي اسمه سيرترز كورب. طب بيقول لك ايه بقى الايفكت بتاعه؟ بيقول لك when an ally uses a single target attack skill in PvE، بس يعني في البي في اي your attack related ability will increase by 5%. يعني كل single target ب 5% up to a maximum of 25%. يعني بتاخد 25% attack related stats لما بتضرب خمس مرات single target انت او اي ally من الالايز بتوعك. and when you use a general attack skill اللي هي ال AoE بتاعته on one debuff effect on an ally is removed. يعني بيقول لك بيتشال واحد ديباف من على الالايز بتوعك. حلو قوي والله. طيب ما اعتقدش حد عايز ده، بس نقراه عموما يعني. when use a skill and will be given up to 35% HP increase effect for 3 turns, and if the effect are stacked at maximum the critical hit اللي هي probability يعني hit will be 20% extra and the critical damage will be 80% for the two turns. يعني بيقول لك من الاخر لما بتستاك 35% اتش بي من الجانلت ده، بتاخد فور 3 تيرنز بتاخد
20% اكسترا كريتيكال دامج، و80% اكسترا انكريز دامج انكريز. حلو حلو. طيب دي يا جماعه الفيستيفال كاركتر في الشوب الجديد. زي ما انتم شايفين كده، اي حد ناقصه اي فيستيفال من الفيستيفالات دي، توكل على الله في الشوب يا باشا. كل ما يطلع لك فيستيفال قوم رازع في الشوب الجديد، حاطط لك كميه فيستيفال رهيبه هم، حاطين لحد استاروسا. اظن مفيش اكتر من كده. مش هقلطينكم، انا لحد من فتره قريبه ما كانش معايا جوستر ده على فكره، عشان تبقوا عارفين. عايزين يا عم تماكس الالت بتاعت لوست فين، عايز تماكس الالت بتاعت لودو، عايز تماكس اي الت بتاعت استاروسا، عايز تماكس، شوف عايز تماكس الت مين، او عايز تجيب مين ما يكونش من معاكش وهاته من الشوب. دي حاجه جميله جدا. طيب في دايموند بونص ايفنت. ايه الدايموند بونص؟ افتر maintenance on Thursday كام before maintenance on Thursday the number of times this product. لا لا، ده for pay to win، حاجات بفلوس. بفلوس. ماشي. بفلوس لسه، بفلوس. طيب بيقول لك يا باشا بقى الجاتشا 5th anniversary grand festival login bonus part 1، يعني كذا في كذا بارت يا جماعه. طيب بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك بتاخد ايفنت ريورد هنا. طيب كالكوليتورك الجميل، عندك يا باشا 30 هنا، والباقي كله عشرات. طيب يعني عندك 30 40 50 60 70 80 90 وكل رو دول منهم 1 2 3 4 5 6 7 رو، و1 2 3 كولم، يعني 70 في 3. هنا كده 70 في 3 هيدينا يا باشا فين؟ 70 في 3 هيدينا 210 جماية غير ال 90 اللي فوق. هيبقوا يا باشا 300 جماية فور اللوجن بونص. يعني معاك 300 جماية فور فري في اللوجن بونص. ده الجزء الاول يا جماعه من الفيستيفال. طيب في جزء تاني برضو بجيمز اعتقد. طيب يا جماعه في ايه تاني؟ بيقول لك الانيفرساري جراند كروس فيستيفال ويلكم لوجن، بيديك تيكتس فور اللي هو الايفنت ريورد. first day login you can receive the login bonus reward automatically on day. طيب بيديك تيكيتات دي يا جماعه عشان ايه؟ تسحب بيها على الايفنت. زي كده، دي شايف التيكيتات دي زيها كده. ايه الايفنت بقى يا جماعه؟ طيب الايفنت يا باشا الجامب بوكس تيكت، كلنا عارفينه، كلنا طلعنا لنا قبل كده. اللي ما يعرفوش، عباره عن ان هوك قاعد في البوكسات دي بيقعد يفحر ويدور، وانت كل ما تديله 10 تيكت يقوم مطلع لك 10 بوكسات، 10 تيكت ب10 بوكسات. خلاص. وكل هم 11 ليفل، كل ليفل بيديك حاجه مختلفه. ساعات شخصيات هنعرف هنا دلوقتي اهو. هنا اعتقد كده بيبان يعني في ليز ويورميجند وميجيلدا في البوكس. تمام اهو الايفنت ريورد اهي يا باشا. اول 10 بوكسات، اول قصدي البوكسات اللي موجوده بتاخد ليز، بعد كده البوكس ده، بعد كده البوكس ده، وبعد كده يورميجند، بعد كده بوكسين، وبعد كده اسمها ايه، ميجيلدا، وبعد كده بوكسين، بعد كده مالتي كامله على اسكانور. طيب بيقول لك الكامباك بوكس اللي هو 1، اللي هو ده، بيبقى فيه الحاجات دي. والكامباكس بوكس اللي هو ده بيبقى فيه الحاجات دي. طيب كلها حاجات حلوه مش وحشه على فكره، وتحط في اعتبارك الحاجات دي كلها فور فري بس لوجن. خلاص. طيب في يا باشا بقى الجراند فيستيفال انتشابل فليم بتاعت البفات. زي كل فيستيفال بيدينا بفات تفتحها زي ما انت شايف كده. البفات جامده زحاليق باين عليها. واصلا انا الثيم بتاع اسكانور ده بحبه جدا مش تبقوا عارفين يعني. وبيقول لك الستيج باي ستيج اوبننج كونديشن. الستيج 1 مش محتاجه، الستيج 2 لازم تصرف 1000 بوينت، هم ماكسيمم 2000، فانت تصرف 1000 بوينت. طيب عايز اعرفكم حاجه مهمه بس عشان تبقوا انتوا معايا على نفس الخط. الفيديو ده هيطول مننا يا جماعه، فعايزكم تبقوا عارفين ان انا بتعب قوي في اعمال الفيديوهات دي، وبالذات ان انا في فتره امتحانات فمش فاضي. فيا ريت لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، تسيب لي رايك تحت في الكومنتس عشان اقدر اطور من نفسي. وحوالي 80% من الناس بتتفرج على فيديوهاتي مش عامله سبسكرايب، فحضرتك مستني ايه؟ اتفضل اعمل سبسكرايب عشان يوصلك كل جديد عن 7 ديدلي سينز وعن سولو ليفلنج. انا بعمل ابلود لفيديو كل يوم، بس اليومين دول عشان امتحانات بتاعتي فبعمل يوم او يوم لا فيديوهات. فيا ريت تدعمني، مش هتخسر حاجه. طيب
في ايه تاني يا جماعه؟ في بينجو ايفنت بتاعت اسكانور، بيديك برضو شويه شقلباظات جامده كده، حاجات حلوه يعني مش وحشه، وبيقول لك ممكن تعمل اكستشينج في الشوب بالجولد كوينز. طيب في ايه طيب في الايفنت بتاع البينجو ده؟ زي ما انتم شايفين كده، هي دي الريوردز. حاطين اوه ده في ديزاين. امم حلو ده، ديزاين وبوكس تيكتس وحركات. طيب بيقول لك يا باشا الايفنت بص باتل كاس از اوبننج. كاس يا باشا، ماشي. بيقول لك فيه لحد اكستريم، طبعا مع الكلير بتاخد جيمات. وبيقول لك you can select a difficulty normal hard or extreme on the event boss battle و new event boss كاس وكاميرا ومارك وابولو والابير ان افري ويك. كل ويك هينزل لك بوس جديد، هم تلات اربعة بتاع، يبقى 4 ويكس. by defeating an enemy you can obtain items that can be used to exchange materials. طيب الاكسشينج شوب فيه ايه يا باشا؟ بيقول لك دي التشالنج ريورد. اول حاجه تشالنج ريورد كلير، بيقول لك ان انت لما بتكلير 5 مرات بتاخد بندنت، وبتكلير 35 من بعد ما تكلير 35 مره بتاخد 20 بندنت. طيب التيكيتات، تقول لي يا شادو التيكيتات الخضراء دي بتاعت ايه؟ اقول لك دي بتاعت الجامب بوكس تيكت ايفنت بارت 2. هما بارتين، بارت 1 الاحمر وبارت 2 الاخضر. خلاص خلاص. طيب ده الاكستشينج لاين اب يا جماعه، زي ما انت شايف كده. الارت جامد فشخ. طيب فيها البتاع اللي هي بفلوس، اللي انت وحظك بتطلع لك فيها الاكستشينج بتاع الماتيريالز التانية. وفيها يو ار بندنت بس ما فيهاش ال ار كوينز. طيب يقول لك الهيرو ارينا سب فتح افتر مينتننس. الهيرو ارينا سيزون 7 از اوبند. ما زودوش حاجه. طبعا اللي هيبقى محطوط في الهيرو ارينا اكيد اسكانور. بيقول لك تشوز وان اوف ذا 3 ليجز، مش عارف ايه كده. لا لا. يو كان يوز هيرو ارينا كوينز تو بيرشيز ماتيريالز وذ افكت سكيل سبيد، مش عارف ايه. بيقول لك الهيرو ارينا انفورميشن ان سيزون 7 اند سيزونال كاركتر اديشن. ديت افتر مينتننس اون ثيرزداي كذا. سبيشال كاركتر ادد ايترنال سانشاين اندونابل اسكانور، هيبقى محطوط في اللاين اب. ولما هيتشال يوم 3 جولاي هيبقى يوم ويدنسداي. خلاص. سيزون كاركتر ادد اترنال. لا ده بيقول لك الاثنين هتقاد الاثنين. اه اه. ده 23 ماي وده 23 جولاي، ده 3 جولاي. ماشي كويس كويس. طيب الريورد زي ما احنا، ما اتغيرش فيها حاجة عادي. سيم ريوردز ما اتغيرش فيها حاجة. طيب بيقول لك الايفنت سولجرز دنجن. طب يا جماعة في حاجة مهمة عايز اعرفها لكم، ان انتوا ممكن تفتحوا قبل الريست وبعد الابديت. يعني ايه يا شادو؟ طيب احنا في مصر مثلا الريست عندنا بيحصل الساعه 9 او 10 الصبح. انت الابديت في العادي بيخلص 5 او 6 الفجر، يعني الصبح برضه 5 او 6 الصبح. والابديت والريست عندنا يعني ابديت اللعبه بيحصل، وبعد كده بيحصل بعدها فتره، وبعد كده الريست اللي هو اليوم الجديد بالنسبه للعبه. فانت تعمل ايه؟ انت تصحى بدري بعد الابديت وقبل الريست، هتخش تاخد الاكسترا 30 جيمايه واللوجن بونص والحركات، وتكلير ايه؟ تكلير السولجرز دنجن. خلاص. بعد ما تكلير السولجر دنجن هتاخد 2 اكسترا جيمز فور فري. كل مره تكلير الدنجن هتاخد 2 اكسترا جيمز. خلاص. ودي زي ما انتم شايفين كده الشيستات اللي بتنزل. وهنا الدايموند باي باك ايفنت بتاع كل فيستيفال. زي ما انتم شايفين كده في 900 جيمية برضه هتاخد الاس اس ار سكين بتاع اسكانور. بيقول لك يا باشا فيستيفال فرنتشر، الفرنتشر بتاع الفيستيفال. طيب كوبي. تشوف بقى الايفنت ده هيدينا ايه. قصدي الفرنتشر ده هيدينا ايه؟ هيدينا حاجات حلوه ان شاء الله. بسم الله، انا مش شايف كويس. طيب هنا تعال نشوف هنا، نشوف هنا. طيب خدها جابانيز، ريلود. والله جابانيز يا عم والله. طيب بيقول لك مش عارف، انا مش عارف اقراه يا جماعه، مش عارف اقراه. طيب بيقول لك بيديك ايه؟ increase في ال amount of XP added by the ratio of 1%. وهنا increase affection points earned through conversation by 2%. وهنا all chapters extension battles occur rate increase by 3%. ده اللي هو البوس باتل. وهنا win ban cook food ban love level increase by 2. ماشي، حاجات حلوه مش وحشه.
وطبعا فور فري الاماكن اللي انت هتقدر تجيبها منها زي ما انتم شايفين هنا في الجنب: ستيب اب ميشن، ايفنت بوس باتل، ستيب اب ميشن، وهنا بينجو ايفنت. خلاص. طيب في ايه تاني في الجراند فيستيفال كينج؟ في حاجه جديده اتغيرت في كينج يا جماعه، عايز اعرفها لكم. طبعا دي الحاجات القديمه كلنا عارفينها، الاكستشينج بتاع كينج، انما الجديد كل دي حاجات قديمه. الجديد يا باشا ان انت تقدر تعمل اكستشينج للاحجار بتاعه الترو اويكن. زي ما انتم شايفين كده ممكن تعمل اكستشينج، يعني الحاجات دي زي ما انتم شايفين كده، يعني تكستشينج ده بده، او تكستشينج ده بده، او تكستشينج ده بده، يعني كل حاجه منها اكستشينج ده بده. تمام. برضو انت لما تعمل اكستشينج بده 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 بده، او ممكن تعمل بقى اي اكستشينج زي ما انتم شايفين كده بالال ار كوينز. طيب بيقول لك في حاجه تانية، بيقول لك حاجه اسمها الفيستيفال تريننج سبورت اللي هو هيلد ان. بيقول لك ايه الكاركتر سترينث سكسسفول. لا دي الحاجات العاديه بقى، اللي هو لما بتزود، لما بتعمل ليفل اب للكاركتر السوبر وسكسس والسكسس بتبقى عاليه. الاكويبمنت ديسمانتل برضه جريت سكسس وريت سكسس اب، بترول ديسباتش دبل سكيب تيكس، دي حاجات كلها عاديه. طيب ميرلين اكويبمنت انجريف برضه بيقول لك 50% ريديوسد جولد. هنا ايه تاني؟ بيقول لك جراند فيستيفال لاكي باج ايفنت. دي اللاكي باج اللي كنت بقول لكم عليها، ممكن تاخد منها الحاجات دي، ممكن تاخد 5% تطلع لك 25 جمايه، وهنا برضو في 10 جيمات والحاجات دي زي ما انتم شايفين كده. في ايه تاني؟ ايفنت تو انكريز ذا نمبر اوف ان اب ادفيرستيشن ريورد. بيقول لك الادز اللي في اللعبه هتزيد ب حبه عشان تاخد شويه حاجات تانية. يقول لك الهوك باس ايفنت في شويه حاجات سبيشال ب 2000. دي الحاجات اللي هي بيد، ودي الحاجات الفري. استنى اوريها لكم. وده حطوا جلدة و جوسر. ايه تاني؟ مفيش حاجة تانية. كومبو ايفنت 2 جمية و امبروفد مين سكرين. حطوا شوية حاجات كده، غيروا بقى المين سكرين، حطوا حاجة بتدوس عليها كده تقوم منزل لك شوية حاجات حلوة. دي حلوة دي. recognition of daily mission and weekly mission. daily mission count and reward will be changed and weekly mission will be added. weekly mission حلو ده. are updated every Monday at كل يوم اتنين. existing weekly event will be deleted. طيب دي الحاجات اللي بتاخدها في الويكلي يا جماعة، ودي الحاجات اللي بتاخدها في الديلي. مش محتاج يعني، دي الحاجات اللي في الديلي اللي موجودة دلوقتي، ودي الحاجات اللي في الويكلي مش محتاج ايه اشرحها لكم اللي في الديلي يعني. نشوف اللي في الويكلي كده بسرعة بما اننا اوريدي هنا. طيب ايه اللي في الويكلي؟ لوجن، ويكلي ميشنز، لوجن. ماشي. هنا ايه دي؟ participate in، مش عارف دي ايه. ماشي. clear training grave، و يعني اعتقد لما تنزل هتبقى واضحه قوي. ميكا ديش، بار سيلز سيتلمنت اللي هي الكولكت. حاجات عاديه يعني يا جماعه مش محتاجه. طيب في ايه تاني؟ بيقول لك لوجن ريورد فور نيو اند ريتيرنينج بلايرز. دي الحاجات اللي تاخدها لو انت راجع او بلاير جديد. هتاخد في الاخر ميلي وجوسر. حلو ده. طيب لوجن ريورد فور ريتيرنينج يوزر اند كام باك كونفرزيشن. دول برضو الريتيرنينج يا جماعه. بتاخد بتاخد فيستيفال فري، فيستيفال تيكت. الفيستيفال تيكت دي تختار فيها اي فيستيفال من الفيستيفالات دي. حلو ده. امبروفد شوب سكرين. طيب يقول لك كوين شوب كونفيجريشن اند برودكشن اورجانيزد. اوه نيو ايتم ادد. يا جماعه يا جماعه يا جماعه اللعبه بتروح مني. طيب بيقول لك يا باشا هنا آه بقى في اكستشينج ب اللي هو اليو ار كوينز. واو. اكستشينج ب فيستيفال كوينز. حطوا شيستات بالفيستيفال كوينز. شيستات ايه دي؟ هنعرف. طيب relaxation of entry condition and function improved for Demon King. The condition to unlock Demon King battle will be changed from chapter 26 to chapter ايه ده small but strong courage to chapter 24. ماشي. improved so the wind attack the wild attack is included in and off. حطوا الان and off اللي هي لما وايلد بيروح يهجم على البتاع، ممكن تعملها ان انت تشوفه هو بيهجم وما تشوفوش هو بيهجم. حلو ده. طيب change some mission in night order. ايه يا جماعة؟ easing the difficulty of annihilation battle. بيعملوا لهم نيرف يا جماعة. عملوا لبيلموس ولديمون اللي هو الديمون الريد ديمون ده عملوا لهم نيرف. طيب ايه تاني؟ increase the maximum number of memory crystal slot by من 99 ل 999. hog pass mission reward recognition will be removed. hog pass daily mission to change the system where leveling
will increase according to the mission you complete. The reward each level hog pass will be changed at the maximum will be will be changed من 25 ل 30. يعني ماكسيمم 30، وزي ما انت شايف كده الفري تو بلاي ما بياخدوش اي حاجه، وفي الاخر بياخدوا 10 جيم. فور تشينج هوك باس ريورد بليز تشيك ذا ايفنت هوك باس مينتنس. لا شكرا. بيقول لك في فيكسد ايشو حصلت في كومبات تكنيكال ايفنت ابلايد تو كوريتيكال وين لورد جريم كراون برنس سيجارد was formed to the left the successor of the queen fiora. We fixed an issue where the game would force close when an app switched to the background and then re-enabled. بيقول لك كان حصل ايشوات فغيروه. طيب دايموند شوب فيرست بيرشيز اتغير. بيقول لك الفيرست بيرشيز بدل ما كان واحد اس اس ار بقت 5 اس اس ار تيكت. واد كاركتر تو ذا بيرمننت جاتشا اس اس ار هانتنج تايمز جاينت سكادي الجديده اتحطت في البيرمننت جاتشا يا جماعه في الهيومن تايتنز والانون. و كاستم ادد هو بتاع جسر الاس اس ار فور 20 تيكت، 20 قصدي جيم. طيب ديمون كينج باتل ريسيت نوتس ديو تو ذا اديشنال ويكلي ميشن تو انتر ريستريكشن فور ديمون كينج ويل بي ريسيت افتر مينتنس. طيب فيها هيعمل لك الريسيت عادي في الديمون كينج يوم الثلاث الاسبوع الجاي بدل ما اليوم الاثنين. ونوتس اوف انيليشن باتل، و بيقول لك ويكلي ميشن واكستريم باتل ويكور افتر مينتنس، برضه حاطين المينتنس غير يوم الاثنين بقى يوم الثلاث. وتشينج تو كويست ماتيريال ان ذا سمر فيليجز افتر مينتنس ثيرزداي ذا كويست ماتيريال تشينج. طيب طب يا جماعه عشان الفيديو كده هيطول مننا قوي، وانا بصراحه لسه راجع من الامتحان وتعبان عايز اخش اريح شويه. فهو ده كان كل اللي هيحصل في الايفنت بتاع الفيستيفال الجديد اللي جاي. مش هيبقى الاسبوع الجاي على طول ان شاء الله، اللي هو يوم الثلاث الجاي على الريست. هينزل لنا اسكانور وهينزل لنا كل الحاجات اللي انا قلتها لكم دي. ف يعني مش عارف اقول من غير ما اطول عليكم ان احنا طولنا الفيديو اصلا. يعني بطلب منكم كل ادب ان انتوا لو سمحتوا تحطوا لايك وشير وسبسكرايب عشان الفيديو ده تعبت فيه جدا. وسيبوا لي رايكم تحت في الكومنتس عشان اقدر اطور من نفسي. ولو حد عنده اي سؤال عن سولو ليفلنج او ليفل 7 ديد سينز يسيب لي كومنت تحت وانا ان شاء الله هرد عليه. وزي ما قلت لكم انا بحط الديسكورد بتاعي تحت في الديسكربشن، فاي حد عايز يسالني على اي حاجه يا ريت يخش يكلمني. وسلام.